يلا بينا نحضر اهم جزء في لانش بوكس بقى، هو الجزء اللي هيكون فيه بروتين عالي. على فكره كمان البانكيكس اللي احنا عملناها دي كانت بروتين عالي، والجزء اللي اتبقى منها انا حطيته في العلبه ودخلته التلاجة. زي ما قلت لكم انا بحتفظ بيه لمده اطول. المهم انا بشتري التوست ده، ما بحبش اجيب التوست المعبأ جاهز اللي بيقعد فترات طويله قوي لانه بيكون عليه مواد حافظه. ده مدته معروفه يومين ثلاثه وبينتهي الموضوع كده. بجيبه بقطع منه وقت الاستخدام والباقي بسيبه عندي في التلاجة، ووقت ما بيخلص خلاص بجيب غيره. حاولوا ان انتوا تعملوا كده وتسالوا كمان المخبز اللي انتوا بتجيبوا منه هو بيعملوا بايه. بس انا عاوزه اقول لكم انا بدات اسخن التوستر لحد ما نتكلم عشان نكسب وقت، عشان ممكن يصحوا واحنا بنعمل لسه في اللانش بوكس يعني تبقى مشكله. المهم انا هقول لكم وانا بقطعه. انا سالته انت بتعمله بايه، قال لي انا بعمله 90% دقيق قمح كامل، وال10% التانيين دقيق ابيض، لانه الدقيق القمح الكامل بيخليه ينشف اسرع، وبالتالي هم بيحتاجوا ان هم يقعدوه على الاقل فتره اطول. بصوا دايما هتلاقوا المنتجات اللي فيها دي قمح كامل شويه انشف من العاديه، ولكن يعني مش بطريقه تضايق. وفاين يعني هو يكون حاطط 10% بس دي ابيض. وكمان نسبة السكر اللي حاططها قال لي انا حاطط تقريبا على ده كله تقريبا معلقتين كبار سكر، مش كتير، كويس يعني، فاين برضو. فانا هقطع على قد الاولاد وهسيب الباقي. انا هحشيلهم بقى الساندوتشز بتاعتهم، هحط لهم الاول لبنه وبعدين هحط عليها تشيدر وهدخلها بس في التوستر تتحمص شويه عشان هما بيحبوها كده. يعني اقول لكم ان اللبنه من الحاجات المفيده جدا للاطفال، بس ممكن عادي نستبدلها باي نوع جبنه لايت او جبنه فيتا، حلوه جدا هيحبوها. التشيدر دايما حاولوا ان انتوا تختاروا انواع طبعا طبيعي، لان انت لو ما اخترتش جبنه تشيدر طبيعي انت هتكون استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه. يعني تخيل كده ان انت ماشي اليوم كله صح وجيت بالليل رحت عاكك، ملهاش اي لازمه. الجبنه الطبيعي حتى لو كانت اغلى شويه من الجبن النباتي ولكن هي صحيه، وبالتالي يعني صحه اولادنا تستحق ان احنا استنوا. لا انا قفلتها غلط. ايوه كده. كده هما لما هيشوفوا الساندوتش بعد ما يخلص هحطه بس. جبت تفاحه بس تقريبا الساندوتشز خلاص كده. تعالوا نشوف عشان ما نتاخرش عليهم. وكده يا دوب حلوه قوي قوي قوي. بصوا هيبقى زيه زي اللي بياكلوه في اي مطعم، هيحبوه جدا. انا هقفلها بقى، هقفلها ونحضر باقي اللانش بوكس مع بعض. لازم اولادنا اللانش بوكس بتاعهم يكون فيه خضار، لازم يكون فيه فاكهه. يعني حطيت تفاح ماشي، حطيت رمان ماشي، حطيت اي حاجه جوافه، المهم ان يكون في مصدر للفاكهه في اللانش بوكس بتاعهم. يعني اوقات كتيره في ناس بيقولوا لي الفاكهه بقت غاليه ومش عارفه ايه، وبعدين اتفاجئ ان اللانش بوكس بتاع اولادهم اصلا مش فيه فاكهه وبس. ده يشيل الفاكهه وبيحطوا مكانها بقى عصاير اللي هي اغلى من الفاكهه، بيحطوا مكانها بقى شيبسي وحاجات كده. طب ليه؟ ما احنا ممكن نوفر الفلوس دي بلانش بوكس يكون صح. يلا بينا بقى نحضر اللانش بوكس بالترتيب بالظبط. يلا بينا بقى هنبتدي بلانش بوكس ادم. هقول لكم ان ادم ما بيحبش البانكيك غير بالشوكليت السبريد دي، فانا بحط له معلقه بس واحده على الشوكليت السبريد، معلقه واحده من الشوكليت سبريد على البانكيك اللي انا حضرته معاكم دلوقتي، وبغطيه بواحده تانية تكون مقاسها، وكده كانه اخد ساندويتش تحفه جدا بيتبسط بيه جدا جدا. هحط له معاها واحده موزه، وكمان مش هنسى المكسرات مفيده جدا لاولادنا، انها مصدر للدهون الصحيه، ده مهم جدا جدا جدا. احط له شويه مكسرات كده، وايه هنحط الساندوتش اللي احنا لسه محضرينه الجميل جدا القمر ده. بقى عندنا اهم بارت في الاكله كلها اللي هو هيخليه برضو يشبع مده طويله، وفي نفس الوقت هيحس ان هو مش متضايق ان هو بياكل الحاجات دي. في العادي ممكن يكون بيتضايق منها، لكن لما احنا حطيناها وسط شويه حاجات من اللي هو بيحبها مش هيتضايق منها. هحط لهم طماطم تشيري ومعاها جزر وخيار، اهو. انا بغطي لهم التفاح بستريتش عشان لونه ما بيغير ما بيرضوش ياكلوه بس. وبكده لانش بوكس ادم بقى جاهز. ليلي بقى ما بتحبش اي حاجه خالص على البانكيك، فانا حطيت لها البانكيك كده بس، وحطيت لها معاه كب فيه عسل هي بتحبه مع العسل، والموز حطيت لها برده الموز ونفس الخضار، لان انا دايما بقول لهم ان المساواه في الظلم عدل. انا ما بحبش ابدا فكره ان كل طفل من الاطفال
بياكل اكله والتاني ما بياكلهاش، وافضل بقى اغلب نفسي، لا دي بتاكل ده، لا ما بتاكل، لا كله بياكل نفس الاكل، طالما احنا عايشين في بيت واحد ناكل نفس الاكل. برضه حطيت لها مكسرات. وهناخد الساندوتش بتاعها هنقسمه نصين عشان انا كنت نسيت اقسم بتاع ادم. ثواني اهو، بصوا هنقسمهم هما بقى ياكلوا براحتهم. والتفاح برضو هعمله لها وبس. خلاص قولوا لي اللانش بوكس تمام ولا محتاج حاجه؟